السلام عليكم ورحمة الله. طبعا قبل ما نبدأ لازم نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا عرفتوا هنعمل ايه؟ أسرع واحدة تعمل كشري مصري يا ولاد. ما شاء الله. طبعا نزلنا بالمكرونة، غليت المية في الكتل ونزلت في الحلة أول ما هنبدأ بقى هنبدأ بالبصل. البصلة قطعناها زي ما شفنا كده، حطيت عليها شوية سكر وشوية فلفل أسود ومعلقة نشا. تمام. ونزلنا بقى في الزيت، والمكرونة نزلنا بقى في المية زي ما احنا شايفين كده. وعملت بصلة للصلصة بتاعة الكشري، البصلة كده وعلى نص معلقة توم. ونزلت بصوص الطماطم اللي انا عاملاه معاكم. وهنا نزلت بمعلقة توم ومعلقتين خل وعليها عصرة الليمونة دي كاملة. بصراحة حطيت الليمونة دي كاملة. وجينا حطينا شوية الشعرية حمرناها. والعدس ابو جيب ده يا ولاد كنت انا نقعته في شوية مية سخنة، يعني غليت مية في الكتل ونزلت عليه بس ما فيش ازيد من كده. وحطيت زي نص كوبايه ميه كده، كوبايه المج بتاع الشاي. ونزلت عليه ما اخدش سوا، وطلع ايه ما شاء الله تحفه. ونزلت عليه مكعب ماجي. تمام. نزلنا هنا بقى بالمكرونه، كانت اتسلقت والصلصه بتاعت المكرونه ما شاء الله. انا ما عملت الشطه يا ولاد، اللي حابب بقى يعمل الشطه اعملوها عادي خالص. او لو مش حابه تعملي زودي شطه على الصلصه. لو انتوا بتحبوا الاكل سبايسي زوديها على الصلصه عادي، على الصلصة بتاعت الكشري زي اللي انتوا شايفينها دي. زودي عليها الشطة. تمام. والتومة انتوا شايفينها ما شاء الله خطيرة خطيرة خطيرة. والحمص ده كانت علبة عندي في التلاجة، بصراحة خرجتها وغسلتها حلو جدا عشان المواد الحافظة اللي فيه. والبصل نزلنا بالبصل بقى كده، عايزة اقول لكم خطير خطير خطير. ما فيش اسرع من كده. انا بحب بصراحة انا ما اطولش في الفيديو عشان ولادنا وحبايبنا اللي لسه ايه داخلين المطبخ جديد. تمام تمام. صلوا على رسول الله يا حبايب قلبي. ودعوة حلوة من القلب كده، ربنا يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. انا مش قادرة اتكلم بصراحة لان قلبي وجعني جدا. ادعوا لنا ان ربنا يشفينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوفوا الجمال، تحفة تحفة. مفيش أسرع من كده. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يلا حبايب قلبي نصلي على رسول الله في رعاية الله يا حبايب قلبي.